السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اخواتي، كنجدد بكم الترحاب. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بسيطلات ديال الحوت بدقيق القمح الكامل. ان شاء الله غادي يعجبكم. ما تنساوش دائما البارطاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. اذا بسم الله على بركة الله اخواتي. كتذكير الطريقة ديال العجين ديال اللي كنت سبق لي واقتسمت معكم. العجين اللي غادي نستعمل في هذه البسيطلات ما هما الا العجينه ديال المسمن اللي فيها دقيق ديال القمح والدقيق ديال الفرينه. بالنسبه للاخوات اللي عندهم فقط دقيق ديال القمح ما متوفرش لهم الدقيق ديال الفرينه، كنوعدكم انني غادي نحضرها لكم ايضا بدقيق القمح، راها كتنجح به. وسبق لي حضرت بها واحد المثلثات هكذا ديال البطاطس، راه كينجح بها، كيجيو اكثر من رائعين، وجربوهم الاخوات. تنغربلوها الدقيق اخواتي، النخاله ما تنرميوهاش، كنستعملوها في عده وصفات. بالنسبه للكميه كنعجن كميه كثيره كتبقى ليا لمده اسبوع تقريبا هكذا. كنعجن 2 كيلو، كتبقى الوقت اللي بغيت العجينه ديال المسمن كنلقاها في الثلاجه. نضيف هنا شويه ديال الملح وشويه ديال زيت الزيتون، وتنخلط غير بالماء بارد عادي. الا كنت بغيت هذاك المسمن نصايبه مثلا في نفس اليوم ومزروبه به، كندير فيه تقريبا كل كيلو كنديروا فيه واحد المعلقه كبيره ديال الخميره البلديه، لان العجينه ديال المسمن هي كل ما ارتاحت كتسهل في التمديد ديالها. ما لا بدات كتبات يوميا في الثلاجه راه هي كتخمر عن طريق المبيت، كتولي مطاطيه ومخمره. هذا هو العجين اخواتي. فاش تيبات لينا في الثلاجه كيصير على هذا الشكل. العجينه كنديروها قاصحه شويه، ما كنديروهاش رطبه، لان الا مشيتو درتوها رطبه غادي تزيد هي ترطب لكم وغادي تقطع لكم اثناء التشكيل. كندهنوها شويه بزيت الزيتون من الفوق، وتنعاودو نحطوها في الثلاجه الوقت اللي نبغيوها كنلقاوها وكنستعملوها. هذه طريقه ناجحه، احسن من انكم تصيبوا المسمن وتحطوه في المجمد كيشرب لكم الريحه وغير يعني ما زوينش بزاف. انا جربته ما كتعجبنيش ديك الطريقه ديال التجميد ديالو. لهذا لقيت العجينه انها تبقى هكذا في الثلاجه احسن اخواتي من اننا نحطوها في المجمد. هكذا العجينه كتبقى عندكم طيله الاسبوع، كتعجنوا القياس ديال الاسبوع، وهكذا كتحضروا منه المسمن. كتقدروا ديروا به حتى العجينه ديال لي تاكوز، ديروا به البريوات ديالكم مثلثات او دوك لينيم، يعني عده وصفات. ومن بين الوصفات اللي غادي نقتسم معكم ان شاء الله الوصفه ديال البسيطلات ديال الحوت اللي تيجيو رائعين لا في المذاق ولا في المنظر. جربوهم ان شاء الله وردوا عليا الخبر. وانا تنوعدكم انني غادي نحضرهم لكم بدقيق القمح الكامل دون اضافه الدقيق الابيض، مع زيت الزيتون فقط. بالنسبه للناس هكذا اللي مرض اللي ما كيستعملوش الزبده الحيوانيه، كنوعدكم ان شاء الله عما قريب غادي نحط لكم هاد الوصفه وتشوفوها بانفسكم. وسبق لي حضرت لكم البريوات ديال البطاطس بزيت الزيتون، جاو حتى هما هائلين. اذا بسم الله على بركه الله. بالنسبه للحشوه اللي غادي نحضروا ديال هاد البسيطلات، هي عباره عن حشوه ديال السمك اللي هو الكالامار والكروفيت. كنا سابقا كنحضروها بواحد الطريقه سهله جدا، ومؤخرا طرات عليها عده تغييرات، ولكن تيبقى المذاق هو سهله جدا. يعني يدخلوا عليها بزاف ديال التحسينات، من بينها المعلبات اللي تنزيدوا الصلصات، يعني كاين بزاف ديال الحويجات اللي كيزيدوهم الناس. انا فقط غادي نستعملها معكم بطريقه صحيه. نستعملوا تقريبا 250 غرام ديال الكروفيت و250 غرام ديال الكالامار. غادي نستعملوا طحالب ديال البحر الا كانوا متوفرين، كيكونوا هكذا مجففين، كنرقدوهم في الماء وتنعاودوا نقطعوهم هكذا قطع شويه كيكونوا هكذا صغار وتنضيفوهم. انا الحشوه كلها غادي نطيبها دفعه واحده، وغادي نوريكم طريقتي في تحضير الحشوه ديال السمك ديال البسطيله، وانتم قولوا لي الطريقه ديالكم في التعليق. تجيني هاد الطريقه عمليه وسهله جدا،
وغير مكلفه. كناخد 2 حبات ديال الثوم كنحكهم، كنضيف، كناخد واحد الباقه ديال القزبره والمقدونس كنقطعها حتى هي، كنحاول انني نقطعها مزيان، ما كنديرش الكميه كلها، كنضيف نصف الكميه تنديرها مع السمك وبما يسمى فواكه البحر باش نصحوا الاسم بالضبط. تندير نصف الكميه كما قلت لكم اخواتي مع دوك 2 حبات ديال الثوم، كنحاول نفرمها فرم ناعم هكذا باش تطلق هذاك لو غو ديال القزبره والمقدونس، تطلق الماء ديالها. تنضيف هنايا واحد 4 كاس ديال زيت الزيتون، حتى نصف كاس ماشي مشكل. وبالنسبه للتوابل ما كنضيفش الملح في الاول، كنضيف ملعقه صغيره ديال الكركم، ملعقه صغيره ديال الفلفل الاسود والفلفل الاحمر، كندير واحد المعلقه هكذا تكون شويه مملوءه جيدا، صغيره ولكن مملوءه جيدا، ملعقه صغيره ديال الكمون، شويه ديال القزبره اليابسه، نضيف حتى الزنجبيل ملعقه صغيره. تنخلط هاد المكونات كاملين، وكيف لاحظتوا عندي هاد فواكه البحر مجمده، غادي نحطها مباشره فوق النار باش طيب لينا وكتشحر لينا. قبل ذلك كندير واحد العصره خفيفه ديال العصير الليمون اللي هو الحامض، وتنغطيوها ونخليوها طيب على خاطرها. كنبداو نحركوها مره هكذا حتى كيبدا داك المرق ديال هاد الفواكه كيبداو يخرجوا، ونخليوهم حتى ينشفوا، يعني فاش يقربوا ينشفوا عاد باش نضيفوا شويه ديال الملح. لاحظوا معايا المرق كينزل ديال هاد الكروفيت والكالامار. ضفت هنا الملح، ما بانش فاش كنت كنضيف الملح، ومن بعد فاش صافي فاش كتبدا تشرب كنخليو فيها القليل فقط من المرق، القليل فقط، وتنضيفوا هنايا الشعريه ديال الارز ونخلطوها مزيان ونخليهم. هنا كيف لاحظتوا اخواتي كنت درت الكرات ديال العجين ديال المسمن، شكلته درته مع زيت الزيتون، دهنتهم وخليتهم في هذه العلبه، والان رجعت ليهم باش هكذا نحضروا الوريقات ديال البسطيله اللي غادي نحشيو فيهم هذاك الحشوه ديال الحوت او الحشوه ديال هاد فواكه البحر. هكذا كتكوني اختصرتي عليك الوقت وحضرتي الحشوه فقط. هنايا فاش نطفيو عليه تنضيفوا ليه واحد العصره اخرى ديال عصير الليمون، وكنضيفوا ما تبقى ديال القزبره والمقدونس. هنا طاحوا لي شي حبات ديال الحامض غادي نحيدهم صافي، وتنخليوها حتى كتبرد تماما، ما تستعملوهاش وهي سخونه غادي تقطع لكم. نبدا اخواتي نورق دوك الكرات ديالي بالزبده وزيت الزيتون، ممكن لكم فقط تورقوهم غير بزيت الزيتون ماشي مشكل، تيجيو لذاذين بزاف، يعني كيجي هاد العجين الصراحه عملي وحسن من هكذا تمشي تقلبي على الورقه البسطيله ولا تبقاي تبحني معاها كيفاش تصيبيها، كتبقى عجينه ديال المسمن صالحه لكل الاستعمالات. كنورقهم كنربعهم بحال شكل مربع ديال المسمن، كندير 2 بزوج او 3 بثلاثة، ما كنربعهمش كاملين لان الا مشيت حتى ربعتهم كاملين هكذا غادي يلصقوا ليا مع بعضياتهم وما غاديش يجوني زوينين بحال شكل الا حضرنا 2 بزوج عمرناهم وعاود صيبنا 2 تانيين. لهذا اخواتي كيف قلت لكم هاد العجين راه عنده عده استعمالات، وعند يعني بحال مثلا تقدري تصيبي به المسمن عامر، يعني يوم من ايام رمضان، او لا ديري به هكذا حتى الحشوه هكذا كتكون حلوه بحال اللوز مطحون او لا يعني في عده استعمالات كنت سبق لي اقتسمته معكم، او لا ديروا به حتى داك الطاكوز حتى هو كيجي به زوين. المهم كتكون عندك العجينه ديالك في الثلاجه كتستعمليها وقت اللي بغيتي. هنا لاحظوا معايا اخواتي العجينه اللي ورقت كنورقها غير شويه، يعني كنمددها غير شويه وكنخلي الوسط شويه منفوخ
ما كنضغطش عليه باش ما تقطعش لينا العجينه الوقت اللي نحشيوها، لان راه العجينه رطبه بزاف. لهذا خاصكم تخدموا شويه، يعني يخدم الانسان بعقلو هكذا الوقت اللي يكون كيمددها. ما نبددوهاش يعني بكثره باش ما تقطعش لينا. هنا كندير الحشوه وكنجبد هذوك القناتي او هذوك الحافات، كندير شويه ديال الزبده وزيت الزيتون، غير شويه دهنه خفيفه، وكنطويهم هكذا على هذا الشكل. اللي زوين في هذا العجين ان فاش كيطيب كيتماسك، يعني كيجي واقف، ما يعني ما كيتفرتتش لك اولا تقولي راه غادي يتقطع ليا. وهنا الا بانت لكم شي ثقبه هكذا اولا شي تقطيعه كترقعوها بشويه ديال العجين على هذا الشكل، وهكذا كتحصلوا على البسطيله ديالكم ديال الحوت دون الحاجه الى شراء ورقه البسطيله ولا تمحنوا معها. كتكون هذه احسن طريقه ديروا. انا كنوريكم وحده اخرى. كناخذ الحشوه هكذا، وحاولوا هكذا ما تعمروهمش بزاف باش يجيوكم في القياس هو هذاك، وتقدروا يعني تشكلوهم كيف بغيتوا، خاصه الاخوات المبتدئات. وغير زعموا راه بالزعامه باش كيصيب الانسان مثل هذه الوصفات، خاصة فاش كتكون هكذا وصفات صحية، راه كتبغي الخاطر، واي حاجة بغيتي تحضريها تكون زوينة ضروري تعطيها شوية ديال الخاطر وتقابليها بعناية وبرفق. دائما طلبي الاجر من عند الله، ما طلبيش من عند العبد، لان مهما عملتي ربي هو اللي غادي يجازي كل واحد. كل ربة بيت عملت بضميرها وعملت يعني بالنية ديالها، ضروري غادي تلقى الأجر من عند الله سبحانه وتعالى، لأن هدفها هو إرضاء وتفرح هذيك الأسرة ديالها. هكذا لاحظوا معايا فين ما تبان لكم شي تقبه هكذا رقعوها بالعجين صافي، كتصيبوا البسيطلات ديالكم يعني بواحد الطريقه اللي هي سهله جدا غير مكلفه. وهذا التبصيل هذا راه كيساعد واحد التبصيل صغير يشكل لك البسيطلات ديالك بحجم متساوي. وبالنسبه للمبتدئات اللي ما قديتوش تورقوا عاد باش تهزوها تحطوها فوق التبصيل، غادي تهزوها مباشره وتمددوها هكذا، وتعمروا الحشوه ديالكم ديال الحوت بكل سهوله. وما تعمروهاش بزاف، خاصه بالنسبه للاخوات المبتدئات، باش تجيكم تعرفوا تحكموا فيها وتصيبوها على خاطركم. بعد ما اخواتي شكلتهم كاملين، غادي ناخذ صفار البيض، غادي ندير ليه شويه ديال القطرات الحامض. لاحظوا معايا راه باقي شيط الزبده والزيت، انا ما كنكثرش انايا في التوراق، يعني كندير فقط غير اللي كيساعدني انني نورق العجين. هاد الصفار البيض اختياري، يمكن لكم تستغناو عليه بالنسبه للناس هكذا اللي ما يستعملوش البيض ما كيستهلكوش. كندهن صفار البيض مع شويه ديال ديك الزبده وزيت الزيتون مذاب وديك القطرات ديال العصير ديال الحامض، كندهنهم مزيان. كنشعل عليهم على فران ساخن جدا، ومن بعد كندير 200 درجه كيطيبوا من التحت وكيتحمروا من الفوق. واللي عنده الفرفاره كيخدمها وكيشعل عليه من الفوق والتحت حتى كيطيبوا لكم وكيتحمروا، راه كيجيو غزالين بزاف. حتى بالنسبه هكذا الا بغيتوهم يتحمروا لكم ويتقرمشوا لكم اكثر، كتخليوهم مده طويله في الفرن. كيجيو في الصراحه غزالين بزاف. تمنيتكم تكونوا معايا وتذوقوهم ونشوفوا حبيبتنا في الله. ان شاء الله تصيبوهم حتى نتوما وهكذا تنجحوا فيهم، لانهم سهلين جدا. واللي زوين في هذا العجين ديال دقيق القمح انه متماسك، ما كيخليش الحشوه تشتت لك، ماشي بحال الدقيق ديال الفرص كيكون حساس بزاف. غير تجي تهزي شي وحيده هكذا تلقايها صافي بغات تخرج لك الحشوه من الجناب. هادو لا تبارك الله كيجيو غزالين بزاف. غادي نزينوهم ان شاء الله ونوريكم كيفاش تقدموهم. درنا لهم هنايا شرائح ديال الليمون مع القزبره،
كانوا الناس هكذا، كاين اللي تيبغي يدير لهم الجبن من الفوق. المهم الناس اذواق، وهنا فقط انا بغيت نقتسم معكم ان بامكانكم تحضروا من العجين ديال المسمن بسيطلات ديالكم بلا ما تحتاجوا هكذا تمحنوا ولا تعذبوا. كاينين طرق كثيره باش تحضري هذه الورقه، ولكن كتبقى هذه العجينه ديال المسمن احسن طريقه. ضروري اخواتي غادي نقطعهم لكم باش تشوفوهم من الداخل كيف كيجيو. حقكم في الجنة ان شاء الله. واللي كتوحم تسمح لينا. وهكذا كتكون هذه الوصفه ديالنا انتهت ديال اليوم. كنتمنى اخواتي تبارطاجيوها مع الناس والاهل والاحباب. كنشكركم على الدعم ديالكم، على الكلام الطيب ديالكم، على تشجيعات بطبيعه الحال، وعلى هكذا البارطاج اللي كديروا الوصفات ديالي. كنلتمس طيبوبه في قلوبكم. كنشكركم بزاف. كنوعدكم على وصفات جديدة وحصرية على القناة، من بينها العديد من الوصفات. خليها مفاجأة، ما نحرقش لكم مفاجأة. وما بقى لي أخواتي إلا نودعكم، والسلام عليكم إلى فيديو قادم بحول الله.